اهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم النهارده عن اقوى 10 حصان اسود في تاريخ اليورو، يعني اقوى 10 منتخبات اتوصفوا بانهم الحصان الاسود بالنسبه لكل سنه، بمعنى اصح اكتر 10 منتخبات حققوا معجزات، او مش كلهم حققوا معجزات بس على الاقل عملوا اكتر من المتوقع منهم بكتير. فعموما انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس ويلا بينا نبدا. طيب البدايه مع يورو 92 ومنتخب السويد. منتخب السويد صدر مجموعته بخمس نقط، وللعلم وقتها كان فوز بنقطتين بس مش بثلاث نقط، يعني هو فاز ماتشين وتعادل ماتش، مش العكس، مش اللي هو تعادل ماتشين وفاز ماتش، لا. وتخيلوا بقى كسب مين؟ كان معاه مين اصلا في المجموعه؟ كان معاه فرنسا وانجلترا والدنمارك. وخلينا نقول الدنمارك كده بس لغايه لما نوصل للمركز الثاني في الفيديو ده وهتفهم ليه انا بقول لك الدنمارك. عموما دي كانت مجموعه الموت، مش محتاج اشرح ليه. ورغم كده السويد عملت مفاجاه وكسبت انجلترا وكسبت الدنمارك وتعادلت مع فرنسا. ولو بتسال نفسك ازاي المجموعه كان فيها كل المنتخبات الجامده دي وفكرت مثلا ان المنتخبات دي ما كانتش بنفس القوه زمان، احب اقول لك لا، هم كانوا بنفس القوه زمان عادي. فرنسا دي بعد كام سنه هتكسب كاس عالم. الفكره ان اليورو وقتها كان بيبقى فيه 8 فرق بس بيتقسموا لمجموعتين، بيصعد من المجموعتين 4 فرق بيلعبوا نص نهائي على طول، فده يعتبر ربع النهائي او قبل نص، يعني مش مهم. المهم ان هو المنتخب السويدي صعد لنص النهائي وقابل المانيا واتغلب 3-2. وتاني حصان اسود معانا هو برضه في نفس اليورو ده وفي نفس المجموعه هو منتخب الدنمارك. لو تفتكر لما قلت لك مجموعه السويد كان فيها فرنسا وانجلترا، فدول مش اقوى حد في المجموعه، اقوى حد في المجموعه كان الدنمارك. من وجهه نظر تانية احنا دلوقتي بنتكلم عن الدنمارك. الدنمارك معاه في المجموعه فرنسا وانجلترا، ودول مش هم المشكله، المشكله كانت في السويد اللي صدر المجموعه. ما علينا، الدنمارك جابت 3 نقط من فوز على فرنسا وتعادل مع انجلترا وخساره من السويد. 3 نقط كانوا كافيين ان هم يصعدوا المنتخب الدنماركي في المركز الثاني عشان يقابل هولندا، واللي كان وقتها جيل صعب، مش جيل سهل خالص انك تكسبه. الجيل ده كان يعتبر جيل ذهبي، كان فيه خوليوت وكان فيه فان باستن، واعتقد معظمنا عارفينه لان هو كان يعتبر نفس الجيل اللي واجه منتخب مصر في كاس العالم 90، فمش محتاج اقول لك ان الجيل ده كان عامل ازاي. المهم اتعادلوا 2-2 وفازت الدنمارك بركلات الترجيح، والنهائي بعدها طبعا كان قدام المانيا اللي كسبت السويد، وبجد يعني نتيجه غير متوقعه خالص، والدنمارك كسبت اليورو 2-0 على المانيا. وده من اكتر المنتخبات اللي كانت غير متوقع خالص انها تكسب اليورو وكسبت. مش جاي في فتره مثلا المنتخبات كانت واقعه فيها، لا، كان كل المنتخبات كويسه عادي. طيب نروح لثالث منتخب معانا في الفيديو ده وهو منتخب رومانيا. منتخب رومانيا لو انت شايف ان هو السنه دي عمل اداء جامد، فده مش اقوى اداء ليه او مش اقوى ظهور بمعنى اصح لمنتخب رومانيا. الجيل الذهبي فعلا للمنتخب الروماني كان سنه 2000 في يورو 2000 تحديدا. وقتها كان عدد منتخبات اليورو زاد خلاص، مش بنفس عدد منتخبات دلوقتي بس يعني 16 منتخب. برضو كان في مجموعات، خلال المجموعات دي منتخب رومانيا وقع في مجموعه صعبه بشكل مش طبيعي. كان معاه البرتغال، كان معاه انجلترا، كان معاه المانيا. هتقول لي يا جدع يعني اكيد البرتغال مش هي نفس بتاعت دلوقتي، يعني ما كانش في رونالدو وقتها. البرتغال جابت 9 نقط، كان خلاص بقى الفوز ب3 نقط، يعني كسبت الثلاث منتخبات انجلترا والمانيا ورومانيا. رومانيا بقى عملت ايه؟ كسبت انجلترا وتعادلت مع المانيا. ماتش انجلترا ده كان حوار اصلا، يعني جابوا الجون الاول، بعد كده انجلترا تعادلت، بعد كده انجلترا جابت الثاني، فهم راحوا جايبين الثاني وبعدين جابوا جون في اخر الدقيقه. حكايه هيفضلوا يحكوها لاحفادهم. بس حظهم ان هم في ربع النهائي قابلوا ايطاليا. نفس سوء حظهم السنه دي ان هم قابلوا هولندا، وكمان الماتش او سيناريو الماتش ما كانش احسن حاجه. الفكره ان ايطاليا وقتها كانت وصلت نهائي قدام فرنسا وخسرت النهائي، بس يعني هم لعبوا وصيف البطوله، فاعتقد لو كان لعبوا اي منتخب تاني كان احتمال يعني يزق شويه في البطوله دي. رابع منتخب معانا هو منتخب التشيك. منتخب التشيك كده كده كان عنده صولات وجولات في اليورو بس باسم تشيكوسلوفاكيا. والفكره ان اليورو وقتها زمان كان عدد منتخباته قليله، والجو ده مش عايز اقلل من البطوله وقتها لان برضو كانت صعبه، يعني كان لها تصفيات، بس يعني فاهم، خلينا في الجديد. تشيكوسلوفاكيا يورو 96 كان متكون من 16 فرقه، فكان في دور مجموعات برضو مهم. وقعوا في مجموعه فيها ايطاليا وروسيا والمانيا، مش اقوى من المجموعات اللي احنا عمالين نقولها من اول الفيديو، بس مجموعه برضو قويه. على الاقل انت عارف ان اللي هيصعد ايطاليا والمانيا، بس الحقيقه ان مش هو ده اللي حصل. اللي حصل ان ايطاليا والتشيك انتهى فوز التشيك على ايطاليا، وده اللي حسم صعود المجموعه دي بعد طبعا ما اتغلبوا من المانيا واتعادلوا مع روسيا. وبعدها صعد منتخب التشيك عشان يقابل البرتغال، واللي قدر ان هو يكسبها 1-0 عشان يصعد يلعب فرنسا. وانت بقى مستني القصه تخلص، بس لا، لعبوا ضربات جزاء وبرده التشيك هتكسب وهتصعد للنهائي عشان تقابل المانيا، وبرده ما خسروش في النهائي، تعادلوا 1-1 ولعبوا اكسترا تايم وفازت المانيا في الوقت الاضافي. فيعني حتى في النهائي هم اتغلبوا بس يعني بعد 120 دقيقه. فطبعا دي من القصص الاسطوريه الصعب انها تصدق لما تتحكي، لازم تشوفها بعينيك، فاهم. نروح لخامس منتخب معانا هو منتخب اليونان 2004، واللي مش محتاج ان انا احكي لك
قد ايه اصلا السنه دي كانت غريبه وغير منطقيه في كل البطولات مش بس في اليورو. افتتاحيه البطوله كانت ما بين البرتغال واليونان. البرتغال اصحاب الارض والمنتخب الاقوى وقتها اتهزم في الافتتاح 2-1 من اليونان. المجموعه ما كانتش صعبه للدرجه بالنسبه لليونان، يعني كان فيها البرتغال واسبانيا يا دوبك، والمرعب وقتها ما كانش اسبانيا، كان البرتغال، لانه كان منتخب قوي كافراد وكعناصر، وفي نفس الوقت هو بيلعب البطوله في ارضه وما اتغلبش غير الماتش بتاع اليونان. بعدها في الجوله الثانيه اليونان اتعادلوا مع اسبانيا، وفي الجوله الثالثه اتغلبوا من روسيا. يعني ما تفهمش المنتخبات الصغيره دي بتعمل حاجات غريبه، يعني انت كسبت البرتغال، تعادلت مع اسبانيا، تتغلب من روسيا. المهم بدأ الجد فعلا في دور ربع النهائي، واللي قابلت فيه اليونان فرنسا، والماتش انتهى 1-0 لصالح منتخب اليونان اللي بيكمل مسيرته وبيصطدم كده في حصان اسود تاني. هو كان سباق خيل، فاهم؟ كان منتخب التشيك، بس التشيك كان طريقه سهل، فعشان كده ما اعتبرتوش من الحصان السوداء في البطوله دي، لان هو كان في مجموعه فيها هولندا والمانيا ولاتفيا، مجموعه صعبه ما انكرش، بس وهم اتصدروا برضه حاجه عظيمه، بس مش هتكلم عنهم، ما ذكرتهمش في الحلقه دي لان لسه متكلم عنهم. اولا ثانيا لان هم لعبوا في ربع النهائي الدنمارك. المهم اتغلبوا من اليونان، واليونان وصل للنهائي. النهائي كان قدام البرتغال، فخلاص المباراه الافتتاحيه كانت قدام البرتغال، والنهائي كان قدام البرتغال برضو، وطبعا الاثنين كانوا في البرتغال، يعني البطوله بتقام في البرتغال. انت ضحكت عليا وكسبتني في الافتتاح، وكان ماتش ب3 نقط فمش فارقه قوي، لكن النهائي بقى هو اللي بجد احنا بنلعب على اللقب. طبعا الماتش ده معظم الناس عارفاه لان هو كان اول نهائي لرونالدو، او اول نهائي مع المنتخب لرونالدو، جيل ما كانش قليل خالص، بس يعني كفايه انه وصل النهائي، مش محتاج اقعد امدحلك فيه. يعني اليونان كسبته تاني بس المره دي 1-0 ورزعوهم الواحد، وانتهت البطوله على كده بفوز اليونان، اغرب بطل في تاريخ اليورو. يعني على الاقل الدنمارك لما خدت البطوله كان عندهم كذا اسم جامد. اليونان اتحداك تعرف حد من الجيل اللي فاز باليورو. نروح لسادس منتخب معانا هو المنتخب التركي في 2008. منتخب تركيا في 2008 حقق مفاجاه كبيره جدا بعد ما خد وصيف في مجموعه فيها البرتغال والتشيك وسويسرا، مجموعه بان انها سهله، بس والله يا جدعان مفيش مجموعات سهله في اليورو عموما، وخصوصا وقتها كان اليورو 16 فريق بس، فكان المجموعات كلها كانت ضرب نار. وفي ربع النهائي قابلت تركيا كرواتيا وقدرت انها تكسب، واتغلبت بعد كده في نص النهائي من المانيا. ده اقصى دور وصلت لتركيا السنه دي، وما وصلوا ربع نهائي بس بعد برضو ما كسبوا ماتش اقصائي. يعني هي يعتبر كسبوا ماتش اقصائي لما كان الاول دور اقصائي هو ربع النهائي، وكسبوا ماتش اقصائي بس المره دي كان دور 16 فهم وصلوا ربع نهائي. فالجيل ده والجيل اللي هو بتاع 2008 مفيش فرق كبير، بس طبعا يعني اي حد تابع اليورو وقتها يبقى عارف ان فعلا كان في فرق في اللعب، يعني بعيد عن النتائج لا في فرق طبعا في اللعب. وبرضه مهما كان زي ما قلت لما بتبقى مجموعات 16 فريق بتبقى اصعب، فبس يعني عشان كده اخترت تركيا 2008. البطوله اللي كان برضو فيها حصان اسود تاني وهنتكلم عنه كان في المجموعه الاخيره، المجموعه اللي كان فيها اسبانيا وروسيا والسويد واليونان. اكيد مش السويد عشان اتكلمنا عنها في اول الفيديو، ولا اليونان عشان لسه متكلمين عنها، او منتخب روسيا واللي قدر يجمع 6 نقط اتغلب من اسبانيا وكسب المنتخبين التانيين اللي معاه، يعني منطقي، لسه ما عملش حاجه مفاجاه قوي يعني يا دوبك فاز على حمل اللقب. المفاجاه فعلا كانت لما كان بيواجه في ربع النهائي منتخب هولندا وقدر ان هو يفوز عليه بجونين في الوقت الاضافي، يعني 3-1 بس هو كان 1-1 في الماتش وجونين جابهم في الوقت الاضافي، بس اتصدموا في منتخب اسبانيا واللي هو فاز بالبطوله في الاخر في نص النهائي، فهم حظهم ان هم في نص النهائي قبلوا اسبانيا، بس يعني ما فيهاش حظ خاص في نص النهائي، يعني هتقابلوا النهارده هتقابلوا في النهائي هي. المهم نروح لتاني منتخب معانا وهو منتخب ويلز. منتخب ويلز في 2016 البطوله اللي كان فيها 24 منتخب، كان معاه في المجموعه سلوفاكيا وروسيا وانجلترا، والمفاجاه ان هو تصدر المجموعه على انجلترا نفسها، رغم ان هو اتغلب من انجلترا اصلا، بس هو انجلترا بعد كده عملوا نتائج وحشه مع المنتخبات اللي انت شايف انها ضعيفه دي اللي هي سلوفاكيا وروسيا، والعكس ويلز كسبت الاثنين. المهم تاهلوا بعد كده لدور ال16 بقى، اول دور اقصائي بقى دور 16 من هو رايح، واجهوا ايرلندا الشماليه. ايرلندا الشماليه اتغلبت 1-0 والموضوع عدى عادي، ممكن نقول حظهم حلو لغايه دلوقتي ان هم بيواجهوا منتخبات سهله، بس فعلا المفاجاه بتبدا لما بيقابلوا الجيل الذهبي للمنتخب بلجيكا، وهم يعني مش عايز اقول لك في عزهم، لا هم الصراحه ما كانوش في عزهم قوي، بس يعني كانوا جامدين. انا بجد اليورو ده كان بلجيكا مع ايطاليا وكان منتخب صعب، بتكلم في واحد من اساطير نانجولان اللي بجد كان مش طبيعي في اليورو ده. دي بروين هو 25 سنه في احسن سن تقريبا، لوكاكو هو لسه صغير وحلو وبيكسر الدنيا، هازارد في عزه حرفيا بقى بجد، كراسكو في مجده، يعني بتتكلم في اللعبه دي كانت تقريبا كلها فورمه وقتها، عكس السنين اللي بعد كده هيبقى فيهم لعيبه جامده قوي في اعلى من المستوى ده، بس يعني في لعيبه ثانيه كانت هتبقى واقعه. المهم ان منتخب ويلز فاز 3-1 وصعد لنص النهائي، وقابل البرتغال اللي هو هيفوز بالبطوله بعد كده فاتغلب، فيعني هو وصل نص النهائي، ده برضو انجاز تاريخي لمنتخب ويلز. نفس البطوله دي برضو فيها منتخب ايسلندا واللي كان في مجموعه المجر والبرتغال والنمسا،
تقول لي يا عم ايه المجموعه المضحكه دي ما فيهاش غير البرتغال. المفاجاه ان المجر اتصدرت المجموعه، البرتغال خدت ثالث، يعني سيبك من النمسا، ايسلندا خدت ثاني. الفكره ان البرتغال اللي خدت ثالث دي هي البطل، يعني هي اللي تكسب البطوله في الاخر، فدي كانت مجموعه اللي مش موت، يعني الموت دي قليله عليها. المهم منتخب ايسلندا، واللي فعلا حتى لو كان خد ثالث كان هيبقى انجاز، لان هو اصلا مش منتخب محترفين، يعني اللعيبه اللي فيه مش لعيبه كوره محترفه، لا هم لعيبه كوره بيلعبوا في وقت فراغهم، يعني معظمهم كانوا عندهم وظائف تانية. طبعا اعتقد كلنا عارفين القصص دي، فبس انت لو ما تعرفش يعني دي معلومة ان هم وقتها اللعيبة دي كان عندها وظائف وكانت بتلعب كورة كده من باب الهواية. فده منتخب بجد مش احترافي بربع جنيه، اكون ان هو يعمل كده على منتخبات لعبتها كلها لعيبة من هم عندهم 3 سنين وحياتهم الكورة دي، ده انجاز تاريخي، اصلا انجاز تاريخي ان هو وصل لليورو. المهم ايسلندا في المشاركة الوحيدة ليهم في اليورو وصلوا دور ال 16 وقابلوا انجلترا، وهنا بجد بيبدأ الضحك الانجليزي خام، وبيصعد منتخب ايسلندا لدور ربع النهائي على قفا انجلترا. وده بجد يعني مش حاجه سهله خالص انك تكسب انجلترا، يعني مش هقدر اشرح لك. بجد العالم كله وقتها كان منبهر من منتخب ايسلندا اللي بعد كده يخسر 5-2 من فرنسا، يعني خلاص الحلم ما كملش. بس يعني زي ما قلت مشاركتهم اصلا في اليورو انجاز تاريخي، فما بالك بقى بانهم قدروا يكملوا ربع النهائي. واخيرا نيجي بقى لايه، اليورو 2024، والمنتخب اللي شايف انه حصان اسود السنه دي مش رومانيا مش سلوفينيا، انجلترا. شايف ان انجلترا حصان اسود؟ لا لا بهزر. المهم المنتخب اللي بجد هو حصان اسود بالنسبه لي في اليورو ده هو سلوفاكيا. كان ممكن اختار تركيا، بس والله بجد مش حاسس الصراحه ان طريقها كان صعب، يعني مجموعتها كانت قمه العته. ففي كل الزحمه دي المنتخب الوحيد اللي بجد عمل كل الماتشات او ادى في كل الماتشات بشكل كويس جدا هو منتخب سلوفاكيا. منتخب سلوفاكيا كان عارف هو عايز من المجموعه، والماتش الثالث ده دخله مش عايز اكسب، انا مش عايز ما لعبش كوره، بس هو عارف ان هو يصعد حتى لو ما لعب، لانه كان اخر مجموعه، وكان معروف ان عشان تتاهل من احسن توالت يكفيك التعادل. فهم تعادلوا وصعدوا عشان يلعبوا انجلترا. والحقيقه انجلترا اللي هو وصيف البطوله اللي فاتت واللي داخل البطوله دي مش بيأدي كويس، بس هو انجلترا في الاخر لما نقول ان هو بيلعب منتخب برضه انجاز ليهم ان هم صعدوا اليورو اصلا. فكون هم صعدوا 16 ويلعبوا انجلترا وما يتغلبوش، يعني هم كسبوا ال 90 دقيقه، اتغلبوا في اخر دقيقه من جون بلينجهام اللي هو فاهم جاب روح ريال مدريد معاه وهو جاي. يعني لولا الجون ده كان زماننا دلوقتي مش شايفين اصلا انجلترا في النهائي، وانجلترا توصل النهائي بعد ما تكسبهم. فيعني لا بجد الماتش ده اقل تقدير لسلوفاكيا اللي اتغلبت فيه بجد. يعني انت داخل الوقت الاضافي نفسيا واقع اصلا بسبب الجون اللي جه فيك، يعني انت عملت كل حاجه. فانا متعاطف قوي الصراحه مع منتخب سلوفاكيا، عشان كده هو موجود معانا في الفيديو ده وبس. يعني ده كان فيديو النهارده، ممكن تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس مفيش سيرفر ديسكورد مش مهم، تابع على انستجرام مفيش انستجرام مش مشكله برضو. المهم اللايك والسبسكرايب وزر الجرس، ولو عندك اي تعليق يعني او قول رايك في الفيديو، وبس اشوفكم في فيديو جديد.